السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسلامة. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. بالله عليكم كله دلتونا من ساعة ما كنا معزومين عند الجماعة اللي هي أولاد فاطمة، ماشي، وهي تعبانة. رحت بيها المستشفى ورحت بيها للدكاترة ورحت بيها لها بقالها، يعني هي كانت تعبانة من قبلها. أكتر من شهر كده. بقالها دلوقتي كده بتاع شهر تعبانة، بس ايه، عماله تحس بنفسها ان هي مثلا النهارده كويسه، بالليل تتعب، فاهمني؟ فوديتها المستشفى وللدكتور، قال ده عندها حساسيه على صدرها. طلع علاج جوه قد كده، كله ده ليها يا حبايبي كده بطوله بالشفاء. حتى التصنيع ده ايه ده البتاع ماشي لوحده. خليك بقى كده. حاجات زلزال يا حبايبي تاني ولا بتتكلم؟ حتى النهارده بتقول لي نفسك تاكل، قلت لها اعمل لنا يا كشري يا تونه يا اما عدس. بعد ما عملت يعني العدس قالت لي لا بلاش كشري، اعمل لكم عدس وبصل وبتاع. الكشري يبقى مش عايزه اقف كتير في المطبخ. عملته عشان سهل بالنسبه لها ومش عايزه تقف كتير في المطبخ، فعملت لنا عدس. تصنب براند اختي قالت لها لا اوعي تاكلي عدس، اشربي شوربه. عملت لها نفسها شوربه لسان العصفور عشان بتاخد علاج والحساسيه وبتاع. لا خلي بالك العدس فيه تقليه وفيه مش عارفه ايه وفيه الكلام ده كله، ماشي يا حبايبي. فبالله عليكم كله ده للتونه كده وبالشفا، وان شاء الله ربنا ايه يشفيها ويعافيها يا اللهم امين. والنهارده بقى عاملين لنا عدس يا حبايبي. فضل ونعمه من عند ربنا. اتفضلوا معانا. جو فعلا وحش قوي، جو ساقع فعلا. اول مره يجي لي الحساسيه ديت والله، او اتعب كده. بس جو السنه دي برد جدا جدا بصراحه. والجو ده يا حبايبي هو فعلا عايز العدس وبتاع، فعلا 100. هي لو قادره تقف في المطبخ انا كنت صورت لكم الطريقه والله. يعني هي حتى مش قادره تقف وهي بتعمله، يعني بتعمله وبتقعد شويه تعمل وتقعد شويه تعمل، وانا ما بعرفش اعمل الحاجات دي يا حبايبي، دي تقيله عليا. انا كبد وقوانص، كبده وكلاوي كده يعني. تعالوا اتفضلوا معانا يا حبايبي. النواشف بيحب بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا معانا. الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا كويس، ما عملناش في نفسنا حاجه اصلا. بس الواحد برضه ما يستهترش بالبرد يعني. هي استهترت يعني كانت كحه ومش عارفه ايه، كانت بتكح قالت لي بقول لك ايه وانت نازل كده هات لي دواء كحه وايه ومضاد حيوي للبرد. قلت لها حاضر، جبت لها. فضلت يجي بتاع اسبوع ماشيه على الدواء وبتاع، تعبت اكتر. لا انا حتى لما رحنا العزومه عند الجماعه حست ان هي تعبانه يعني، بس يعني قالوا لها خلاص بعد ما نخلص نروح في جنب منهم مستشفى اسمها مستشفى الصدر. رحنا كشفوا، قال لها ده انت عندك حساسيه على الصدر. نفس اللي قالوا لها في المستشفى، نفس اللي قالوا لها في الدكتور. هما لو متابعينا هيعرفوا ان انا فعلا كنت تعبانه بقالي مده. حتى زي ما كنت تعبانه فعلا والله، كان هو نزل السوق وجاب حاجات برضه، ما كنتش عارفه يعني ان هي توصل لكده. الحمد لله يعني. كل اللي جاب ربنا كويس يا حبايبي. بس انا ما اعرفش بقى الواحد يعني الحساسيه دي واحد ياكل ايه. يعني مثلا امبارح احنا ما طبخناش، فقلت له هات رنجه، فاتصلوا بيا قالوا لي لا الرنجه غلط، وفي ناس قالوا لي الرنجه صح كويس. طب البصل قالوا لي لا، في ناس قالوا لي البصل كويس وناس قالوا لي البصل وحش. مش عارفين الحل يا حبايبي. يعني انا مش عارفه لحد دلوقتي اكل ايه بصراحه. فهو قدامي قال لسان العصفور الشوربه هي احسن حاجه، والسوائل السخنه قالوا لي اشرب يعني السوائل السخنه كتير. انا هتصل بسيفي سفره هيقولوا لي ما تاكلش لمده شهر، فمش مشكله يعني عادي. مده شهر ما تاكلش، يا نهار ابيض هتخف يعني. هي هتيجي على الاكل والله. ان شاء الله ربنا يشفيك ويعافيك بالعلاج اللي انت بتاخديه، ويكون في نتيجه باذن الله. وقالوا لها اشربي سوائل، كنت نازل اجيب مش عارفه، قالت لي اتصل بيا هات ينسون.
رحت يا حبايبي رجعت تاني جبت ينسون. جاب لي ينسون فعلا. اتصل بالتليفون هات كركريه، ارجع تاني اجيب كركريه. اتصل بقول لك قالوا لي اشرب ليمون، ارجع تاني. كانت اخر السكه قياسه يا حبايبي. ورق جوافه بس لسه ما جبتش ورق جوافه. ورق جوافه. انت عايز بقى اجيب شويه كل اللي بيقول لي عليه والله، كل اللي بيقول لي على حاجه بعملها. يعني الواحد فعلا زي الغريق كده اللي متعلق في قشايه، الواحد عايز يقوم ويعمل مش واخد على النوم خالص. ربنا يغفر الشفاء. يعني وكمان العلاج بينيم، يعني اخد العلاج بتاع الحساسيه يا دوب اخد علاج من هنا ما اشوف قدام من هنا الاقي نفسي غصب عني نمت. فالعلاج بينيم. ايوه كل ما حد يسالني عليها اقول لهم نايمه. حتى جارتي ربنا يخليها اللي قدام مني ديت كسرت عليا برضه، كنت نايمه برضه. سالت اسلام امبارح قالت له ماما فين؟ قال لها نايمه. واخده العلاج ونايمه. الحمد لله يا حبايب قلبي كل اللي جه ربنا يشفي كل مريض يا رب. فعلا شويه برد بيقلبوا بصوا بحساسيه، بيقلبوا بحساسيه. يعني بس انا ما اهملتش والله، يعني ما اهملتش البرد يعني. هي كانت جايه لي كحه شديده بس. كحه جامده قوي يا حبايبي، وانا جبت لها دواء كحه. يعني ايام الواحد لما كان بيشرب سجاير الحمد لله بطلناها. ما كنتش بكح الكحه دي. بس الحمد لله دلوقتي يعني الكحه خفت خالص يعني الحمد لله. بس الصدر بقى هو اللي ابتدى بقى نار فيه، وجع جامد. الحمد لله. ان شاء الله بالشفاء باذن الله، وربنا يشفيك باذن الله. يا رب يشفي كل مريض. احنا حاجه بسيطه قدام الحمد لله على كل حاجه. البني ادم ما فيهوش اي حاجه يا حبايبي، شويه برد ممكن يرقدوه. هو لو شويه صداع برضه. فربنا يشفي كل مريض. ربنا بقى يكتبه في ميزان حسناتي، هات مش عارفه ايه وبنزل اجيب صح؟ طبعا كل حاجه بتعملها عليها اجر وثواب طبعا. لو بتديني كوبايه ميه عليها اجر وثواب. صلى على النبي. ده انا مديها يا حبايبي شفشقين. شفشقين ميه. ده انا واخد حسنات ايه؟ طب شفت بقى؟ غير ده اللي بدعهولك. صلى على النبي. طيب اهم حاجه يا حبايبي ربنا يجعله بالشفاء يا رب. وربنا يشفي كل مريض يا حبايب قلبي. ما تحرمش منكم ولا من كومنتاتكم الجميله. بشكر كل حبايبي اللي بيكتبوا لنا كلام جميل في قلت لهم على الزلزال. ما انا قلنا لهم على الزلزال قبل كده. ربنا يا رب يرحم جميع امواتنا اللي ماتوا في الزلزال ده يا حبايبي. حبايبنا اللي في سوريا وحبايبنا اللي في تركيا واللي في تركيا واللي في جميع الدول العربيه يا حبايبي. اي حد يتصاب انا هنا حسيت بيه والله. يعني هو سمع عندنا هنا في مصر في العماره اللي انا فيها ديت. تونا كانت نايمه، يمكن انا حكيت لكم قبل كده. تونا كانت نايمه وانا مش جاي لي نوم، فمولع التلفزيون وقاعد بتفرج. لقيت نفسي بعمل كده اهو والله عشان اتاكد. ببص للنجفه اللي فوق دي كده لقيتها بتعمل كده والله يا حبيبي. بالشخلل. والله. بعدين بقول لها تونا هما ثلاثه مع بعض عندنا كده. ثلاثه كوبايات كده مدلدلين. قلت لها تونا في زلزال. قالت لي فين؟ ده مفيش حاجه. قلت لها بص للنجفه لقيتها. قالت لي ده زلزال صحيح. خرجت بقى على الصاله، هو ده اللي تعبها. خرجت على الصاله كده بقت تعمل زلزال الصوموال. الحمد لله يا حبايبي ربنا يرحمهم وفي الجنه ان شاء الله. وبرضه ربنا يشفي كل اللي كانوا تحت الانقاض واللي طلعوا واللي بتاعوا في المستشفيات. واللي في المستشفيات ربنا يشفيهم يا رب لاهاليهم. وهو ده قضاء الله. ربنا يجعلهم في الجنه ان شاء الله يا حبايب قلبي. والحمد لله على كل اللي يجيبوا ربنا. كل اللي يجيبوا ربنا كويس. مالناش في نفسنا حاجه. ايه كلتي؟ الحمد لله. قول يا بنت عشان العلاج اللي بتاخديه. قول عشان العلاج اللي بتاخديه. واللي هجان مش عارفه فيه. اللي يعرف حاجه بقى يكتب لي بقى في موضوع الحساسيه دي ايه حكايته بقى، عشان اول مره فعلا تجيلي الحساسيه دي. يعني اكل ايه شرب ايه. هي السوائل اللي انا بشربها دي على طول.
بس الاكل قالوا لي اللي فيه اكل كتير ما تاكلوش، زي السمك تقريبا. طب ولا تاكل ولا والرنجة؟ سمك، انا عارف، ولا سمك ولا فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه لمده 3 اشهر. صح يا حبايبي عشان تخف. يعني ممكن تشرب شويه لسان عصفور كده بمرق الدجاج. ولا اجيب لك شويه رجول فراخ يرم عظمك. دي مش موجودة خلاص، الحاجات دي بقت مش موجودة في السوق. خلاص دخلت الجدول. دخلت الجد. بقت بفلوس يا حبايبي. الهياكل رندا بتقول لي ب 50 والرجول ب 25. 35. الرجول؟ ليه كوارع دي ولا ايه؟ مش عارف انا. الكوارع ب 200 جنيه. بص يا حبايبي، كل اللي يجيبه ربنا كويس ونحمد ربنا، احنا احسن من غيرنا بكتير، وربنا يرحم الحمد لله. شهدائنا بتوع الزلزال تركيا وسوريا، وربنا يشفي كل مريض يا ربي. وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب والسلام وكله عليكم. يدعي لتونا مستعجل. يا حبايبي كله يدعي لتونا بالشفاء وربنا يشفي كل مريض. وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.